سفرة أو عزومة بتخلق من الرقاق، سواء أول يوم رمضان ولا أول يوم العيد. بصوا الرقاق مورق وخطير خطير كأنك عاملة فطير. لو عايزة تعرف طريقتي في الرقاق، أحلى لك شيف مع بعض بقى. طريقة صينية الرقاق الخطيرة اللي فطير بالظبط إن شاء الله. معايا هنا 8 وحدات من الرقاق ده يا جماعة أنا عاملاه في البيت، هبقى انزل لكم الفيديو بتاعه. بصوا تحفة جدا. معايا هنا دول 8 عشان انا بحط 4 تحت و4 فوق. وطبعا في النص احنا عارفين ان بنحط لحمه معصجه او اي حشو انت تحبيها. ده العصاج اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. ومعايا سمنه، ومعايا شوربه سخنه جدا، ومعايا صينيه مدهونه زبده. اول حاجه بقى هجيب الرقاقيه، هبلها كده في الشوربه. بصوا انا بحب احطها في الصينيه كده، ما بحبش احطها في الحله بقى واقعد اسقي واعمل هنا بكل سهوله. بصوا اهي، مجرد ما بتتبل كده بشيلها، ما بستناش عليها اكتر من كده. هطلع بيها بقى على الصينيه كده اهي، واحط بقى ايه، معلقه سمنه من السايحه اللي احنا عاملينها اهي، معلقتين بس مش اكتر من كده. دي بتخليها مورقه وجميله جدا جدا. هعمل الطبقه التانية برضو نفس الكلام اهو، نسقيها من فوق وتحت، ما تغرقهاش شوربه. هو كده التسويه بتاعتها حلوه. بصوا الرقاق ما شاء الله، تسلم ايدي والله. هنزل لكم الفيديو ان شاء الله. بس كده بظبطه الاول. على فكره الرقاق عمايله في البيت سهله جدا. بصوا اهو، برضو نفس الكلام. هفضل اعمل كده لحد ما اوصل لل4 طبقات، وهنحط اللحمه في النص. نحط معلقتين الزبده اللي احنا قلنا عليهم او السمنه اهي، واكمل بقى الطبقتين التانيين وهنرجع مع بعض. اللحمه اهي خلاص وزعتها. هعمل نفس الكلام برضو، هبل الرقاق، هبل هنا برضو نفس الطريقه. لو الشوربه بردت معاكي سخنيها تاني، احنا مش عايزينها برد عشان خاطر الرقاق تبوش معايا وما تبقاش قاسيه كده وناشفه. اهم حاجه نبل كويس. نفس الكلام هنعمله في ال4 طبقات اللي فوق اهي. بصوا ما شاء الله حلوه جدا. انا مش ببوشها قوي، انا عايزاها متماسكه برضو اهي. وهنحط برضو معانا السمنه، معلقتين السمنه برضو كده اهو، دي اللي بتخلي الرقاق مورق معانا. في اخر طبقه خالص هنزل بقى بباقي السمنه كده على الوش، هو ده اللي بيخلي لونها حلو كده وذهبي. هدخل بيها على الفرن تحمر من فوق وتحت، واول ما بتخرج من الفرن انا بغطي عليها عشان تبقى معايا طريه. بس كده اخد السمنه كلها على الوش، هدخلها الفرن زي ما قلت لكم تحمر من فوق وتحت. لو انت عايزه تسويها على البوتاجاز تمام مفيش اي مشكله. دي طريه جدا جدا، حلوه قوي للناس اللي بتقول لي ان الرقاق بينشف منهم. بصوا فطير، وهي خلاص ما قطعتها. بصوا الجميل القمر الطري، كأنك بتاكلي فطير بالظبط.